لازم اقول لكم على حاجه كده بخصوص يعني بمناسبه موضوع الحزب القومي المصري او كده. وكلمتكم على موضوع الحزب العلماني المصري العلماني تحت التأسيس. فالمره لما انا المره اللي انا اتعزمت فيها عشان اروح انا ما كنتش عارفه مكانه. هو كان موجود في جاردن سيتي تمام كده. اتقال لي هتركبي مترو ما اعرفش من فين لفين وهتعملي ايه. المهم انا ركبت المترو، كان الخط القديم. فالمهم فايه، وانا راكبه المترو خفت ان انا يعني يسوح عليا. خفت ان انا ما اخدش بالي فانزل في محطه مختلفه. فقلت سالت الناس، عارفين المصريين حلوين يعني. فسالت واحد كان هو اللي واقف قدامي يعني، قلت له لو سمحت محطه جمال عبد الناصر فين؟ قال لي المحطه اللي هتبقى اللي جايه دي على طول، ما تقلقيش مش عارفه ايه. انا ما قلقتش. جت المحطه، انا اخدت بالي ان خلاص جت المحطه. فهو الولد كان في النص العشرينات تمام. فقال لي ايه، قال لي استاذه المحطه اهي. فشكرته ومش عارفه ايه وكده. فالمهم لقيته ما تقلقيش مشكره يا فندم بتاع. فانا لما جيت اخرج كان هو ورايا، الله اعلم ورايا بالصدفه، الله اعلم ورايا ايه ما اعرفش. المهم فانا ساعتها لقيت المكان اللي انا هخرج منه، كنا الساعه 8 بالليل تقريبا. فانا المكان اللي هنخرج منه تقريبا فيه سويقه كده خلاص. فبصراحه انا خفت، كنا بالليل فانا خفت. فقلت له انا لما اخرج هوصل الحته الفلانيه ازاي؟ فقال لي هو انت مش عارفه العنوان بالظبط؟ قلت له لا بصراحه. قلت له ممكن تساعدني؟ فقال لي قلت له يعني ممكن تمشي معايا الحته اللي هي اللي فيها السوق دي عشان انا خايفه منها. فقال لي طبعا وبتاع وكده. فمشي معايا الحته دي وكنت انا مش عارفه العنوان. فطول الوقت امشي بسال على العنوان. فكل ما اقول لحد مساء الخير، مساء النور، لو سمحت انا عايزه الحزب المصري العلماني، تسمعوا صوت صرصور الحق. كل لما اجي سوبر ماركت ولا ميني سوبر ماركت اساله مساء الخير، مساء الخير، يقول لي مساء النور، لو سمحت انا عايزه اسال على الحزب المصري العلماني. يعمل لي اللي هو واحد عمل لي قلت له يعني هو يعني حزب، والله ده حزب سياسي يعني ما فيهوش حاجه يعني ما تقلقش ده مش كفره. فايه المهم الاخر ايه، وانا خلاص قربت اوصل، كان الولد ده لسه معايا فبيقول لي معذره انا شعري مش هعمل كده، معرفش مش عارفه ليه البتاع ده بيغير في الشكل. ما علينا ما علينا. فالولد كان لسه معايا فبيقول لي هو حضرتك ايه الحزب المصري العلماني ده؟ فانا قعدت اسمع له مبادئ الحزب وبتاع. وبعدين قلت له يعني احنا، طب انتوا عايزين ايه؟ قلت له يعني احنا عايزين الدولة تبقى كذا ويبقى النظام الحكم فيها كذا وبتاع يبقى. المهم قعدت اشرح له. فقلت له انا رايحة ندوة يعني. قال لي يعني ممكن الندوة دي عزومة؟ قلت له عادي يعني. قال لي يعني انا ممكن اجي؟ قلت له عادي، ما لكل الناس يعني الدعوة عامة يعني. قال لي ممكن اجي معاك؟ قلت له اتفضل. فجا معايا تمام كده. المهم يا جماعه انا كنت رايحه احضر ندوه اصلا عن الحريات او حاجه زي كده مش فاكره يعني. المهم بس انا يعني في نيتي انا رايحه اتعرف على الناس، انا مش رايحه احضر الندوه. الندوه هتبدا الساعه 9 وانا كده هتاخر طبعا، 9 10 11 12 انا هتاخر جدا. فانا قررت بس اروح اتعرف على ناس وخلاص على كده. فده اللي حصل. المهم لما رحت والاستاذ ده اللي انا معرفوش معايا، فايه احنا لسه قاعدين لسه مع بعض، لسه ما بدأناش نتكلم مع الناس. سلمت على الناس اللي انا اعرفها وكده وبعدين قعدنا انا والولد ده، هما فاكرينه تبعي تمام وانا ما اعرفوش. فالولد ده قاعد بيتكلم معايا وبعدين الشيء بالشيء يذكر يعني. بقول له هو انت بتشتغل ايه؟ قال لي انا عندي تاكسيات وبأجرها لناس. قلت له انت بقى بتشتغل ايه؟ قال لي ما انا بقول لك انا عندي تاكسيات ومأجرها للناس. قلت له ما انا فاهمه انت عندك التاكسيات ومأجرها للناس، انت بقى بتشتغل ايه انت نفسك يعني؟ ما انا بقول لك يعني. برضه هو مصمم يعني، هو قاعد عاطل يعني من الاخر يعني. هو مأجر العربيات، الناس تشتغل على العربيات وهو ياخد الفلوس بتاعه الايجار، وما هي دي الشغل بالنسبه له. المهم احنا في اليوم ده افتكرت، في اليوم ده احنا كنا رايحين كمان، كان الفتره دي كان حبس المدعو اسلام بحيري وعلشان افكاره.
فكان ساعتها في ندوات عن الحريات وعن التضامن مع اسلام بحيري، وانا هبقى احط لكم حتى الصوره اللي انا ماسكه فيها الاستماره بتاعت ان احنا متضامنين يعني معايا، وان احنا مع الحريات وحاجات كده. فكان اللجنه الاستماره بتتوزع واللي عايز يمضي عليها بيمضي. انا مضيت واتصورت جنبها، تمام، حطيت بياناتي طبعا بالكامل يعني كده واتصورت جنبها. المهم الورقه بتاعت الاستماره دي بتاعت لا لمحاكم التفتيش، افتكرت لا لمحاكم التفتيش. وكنا عاملينه هاشتاج وكده يعني، وكانت الموضوع كان مسمع على فكره يعني. المهم فهم جابوا لي الاستماره، فقالوا لي تحبي؟ قلت لهم اه طبعا انا جايه علشانها، اصلا انا جايه عشان امضي. فشفت قريت الكلام اللي في الاستماره، وحطيت تقريبا صورتي عليها حاجه كده مش فاكره يعني. وهحط لكم في الصوره المصغره بتاعت الفيديو الاستماره، صورتي وانا ماسكه الاستماره. فالولد كان قاعد، فبدا هو مش فاهم حاجه، فواحد من الناس قال له تحب تمضي؟ امضي على ايه؟ لا انا ما بمضيش على حاجه، ما بمضيش على حاجه. انا افتكرت انا عندي ميعاد، انا كنت ناسي الميعاد. وجري والله العظيم بطريقه كوميديه جدا، اللي هو انا ضحكت والناس كلها ضحكت، مش عارفه ايه. فقالوا لي مين ده؟ قلت لهم ما اعرفش. قالوا لي امال مين؟ انت جايه معاكي؟ قلت لهم والله ما اعرفش، ده كان عايز يشقطني اصلا والله. اصلا هو يعني عمال لازق لي ما تخافيش، ما تقلقيش، مش عارفه ايه. انا بس مشيت معاه علشان الشارع كان مخوفني، فانا هو واحد وخلاص ماشي معايا في الشارع، وبعدين قعد يسال عن الحزب وكده. فقلت له ممكن تيجي يعني، بس هو خاف اول ما شاف امضى واستمارات وحاجات هو مش فاهمها، خاف. فدي بس قصه كده صغيره انا افتكرتها دلوقتي لما. وعلى فكره انا في اليوم ده كنت رايحه، ولا بلاش دي قصه تانية، بس مش عايزه مش هحكيها